يا صباح الفل، او اقول لك يا مساء الورد. مش عارفه انتي بتتفرجي عليا الفيديو في انهي وقت، انا مش عارفه. الفيديو بدأ معايا من بالليل، من بالليل. بصوا بقى، انا عايزه اكل حاجه حراقه كده، وعندي بتنجان خفتي يبوظ مني، شويت شويه والباقي قطعته، وقطعت طماطم وفلفل. تعالي ما اقولك، طاسه على النار، انزلي بيها بمعلقه زيت. خلاص، هجيب دلوقتي فصين او 3 فصوص توم مهروسين، هنحط كده زي ما انت شايفة. اهم حاجة حط اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. انا عايزة اقول لكم مبسوطة قوي 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 بكومنتاتكم الحلوة، كلامكم الحلو اللي بيشجعني. انتوا نورتوني على دماغي من فوق، ست الكل اللي بتتفرج عليا او ست البنات اللي بتتفرج عليا، انتوا بجد نورتوني. تعالي اقولك نكمل الوصفة بتاعتنا. الوصفة دي انا اللي مخترعاها من دماغي، ازاي مش عارفة. بصي، فص الثوم هنديله تشويحة. عندك هريسة شطة حطي، عندك شطة مهروسة من اللي احنا بنعملها حدق في بتاع التلاجة دي حطي براحتك. ما عندكيش فص بتاع قرن شطة حامي قطعيه، انزلي عليه بطماطمتين 2 شرايح زي ما انت شايفة كده، حطيهم في الطاسة وشوية الفلفل. عندك شطة حطي، عندك فلفل حطي، ما عندكيش مش مشكلة خلاص. اهم حاجة الطماطم. الطماطم يعني هتستوي، لان احنا حمرنا البتنجانة اللي انا قطعتها حمرتها لوحدها. انتوا هتشوفوا كل ده حالا. انزلي بقى بشوية الملح وشوية الكمون. خلاص. قلبي بقى الطماطم كده على الوش التاني عشان تستوي كلها. انتي لحد كده معايا؟ تعالى يا هيود حبيب مامي، تعالى. صباح الخير، تعالى حبيبي. انزلي بقى بالبتنجان. خلاص، رصيه بقى على الوش كده. احنا لسه مخلصناش البتنجان ده، انا حمرته الاول علشان يستوي وما ياخدش سوا معايا على البوتاجاز. رشه ملح ورشه كمون عليه برضو من فوق عشان كله يبقى فيه ملح وكمون. لحد كده لا، نزلت بشويه الكزبره. اهم حاجه حطي التاتش بتاعك، حطي التاتش بتاعك يا ست البنات. بصي، جربيها مش هتندمي. عندي بقى شويه جبن في الفريزر، جبنه شيدر على جبنه رومي، الجبن براحتك وبخيالك خالص. اي جبنه انت عايزاها حطيها. خلاص، ايوه كده، حطي على الوش من فوق جبنه. هنغطيها اول ما الجبنه تسيح. خلاص بقى، هو كده استوى، هو بالنسبه لي كده استوى، بياخدش سوا خالص. تمام. عايزه اقولك لو لسه معايا لحد هنا حطي لي اللايك والاشتراك، اوعي تنسي، امانه عليكي ما تخرجي الا ما تحطي اللايك والاشتراك، وتقولي لي ايه رايك في الاختراع الجميل بتاعي ده. بصي شكله جميل 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 جمال ملوش. بصوا طعمه روعه روعه روعه، وعلى ضمانتي والله طعمه تحفه من الحمو اللي فيه وطريقه البتنجان مع الجبنه. لا بجد بجد، فرق شاسع، فرق شاسع، مش عارفه اوصفلك ازاي. خلاص. ايه يا هيودة، ايه يا حبيبي. سلم يلا على المتابعين، قول لهم ازيكم عاملين ايه. قول لهم انا كنت تعبان امبارح في المستشفى. لا لا مش هيقول لكم، خلاص هو مكسوف. بصوا الطبق ده بقى تحطيه فطار، تحطيه عشاء، تحطيه على السفرة في الغدا، حتة تانية. الدنيا بقى كانت بتشتي، يعني انا في امانه الله نايمه صحيت لقيت الدنيا بتشتي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، انا حبيت اوريكم بقى. بصوا المطبخ لا يسر عدو ولا حبيب، بس انا قصدي ان انا اقلب الشقه القلبه دي عشان دخلة رمضان، عشان احنا هنفوق لتفريزات رمضان. عايزه اخلص من الشقه عشان تفريزات رمضان. انا كنت بوريكم هنا السجاد جبته من المغسله. خلاص، بصوا المنظر. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ ايه رايكم في الجمال؟ اهم حاجه تحطي لي اللايك والاشتراك ودعوه حلوه من قلبك تشجعيني على الفيديوهات الجايه. عايزه اقولك قومي، ما قدامك مفيش وقت، ادي لنفسك فرصه انك تروقي شقتك دي لو على 5 6 مرات. انا اللي والله والله يا جماعه اللي بتساعدني انجزت معايا جامد 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 بصراحه، هي صاحبتي وبتساعدني. فكنا بنعلق الستاير اللي غسلناها نزلناها عشان متعفره، وكنا بنعلقها. دخلي بقى يا ست الكل، اعملي بقى، غيري بقى من اللي انت فيه ده، وادخلي اعملي الغدا. في غدا الساعه خلاص، في غدا لازم يتعمل. عايزه اقول لك انا سبتها تكمل بره ودخلت جبت بقى نص كيلو طماطم حلو كده زي ما انتوا شايفين، قطعته مع بصلتين 2 وكام فص توم. انا مش عارفه اعمل غدا ايه،
انا عايزه انجز نفسي باي طريقه، ما عادش قدامي وقت، ودي اسهل حاجه ممكن اعملها في ثانيه. خرجت الفراخ، فتحت عليها ميه، وحطيت بعد ما خلاص بدات تفك بقى، خلاص حطيت الملح والورق اللورا والليمون يتنقع، الفراخ تتنقع على جنب لحد كده. لا، يلا تعالي ما اقولك احنا عملنا ايه. انا مش عارفه اعمل غدا ايه. قعدت افكر، طب انتي طلعتي الفراخ يا ساره، طب هتعمليها ايه؟ طب اعمل كبسه، طب اعمل ايه وخصوصا ان الجو ساقعه، الجو ساقعه جدا جدا، وانا كان نفسي اشرب شوربه عدس، بس للاسف ما عرفتش، ربنا ما اردش. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. انا ليا نصيب ان انا اكل الاكله دي النهارده. كان بطاطايه من اللي عندي، خفت يبوظوا مني، عشان ايه؟ انضف بقى واشيل حاجتي بقى اللي ملهاش لازمه دي كلها. قطعت البطاطس، جبت شويه فلفل الوان من الفريزر اللي انا مفرزاه من ايام ما كان الكيلو ب20 جنيه. الكلام ده بقى له شهر او شهر ونص، والله جايباه ب20 جنيه الكيلو، وجبته معاكم في الفيديوهات. حطيت شويه في محشره كده، او في حاجه انت هتحطيها في البوتاجاز. جيت بقى يعني شفشق الطماطم اللي عملته دون. لا لازم انزل بقى بشويه الصلصه اللي فاضلين في البرطمان، احمرها شويه. اهم حاجه شويه الملح. في تركايه هنا هقولك عليها، الزيت والصلصه بيخلوا الفراخ لونها حلو معاكي. خلاص، الزيت والصلصه بيخلوا الفراخ لونها حلو معاكي، يدوها لمعه، يدوها لون حلو، طعم تحفه. كزبره وكمون، روزماري، لا مش روزماري، ورق لورا ناعم، وكزبره وكمون وفلفل اسود والملح، ورق لورا، ورق خشن، والحبهان. ونسيت احط الحته الاخيره بتاعتي، الزعتر. الزعتر في الفراخ، في الشوي، في اي حاجه بيديها طعم خرافي خرافي، على ضمانتي وربنا على ضمانتي. دايما خديها مني ثقه، انا عمري ما هخليكي تعملي حاجه انا جربتها وحشه هقولك وحشه. عايزه اقولك لو في حاجه من الحاجات اللي انا بعملها فيها غلطه هقولك فيها غلطه. انا ما بخافش وما بتكسفش من اي حاجه. انا بقول لو حاجه انا عملتها وحشه بقول انا عملتها وحشه، لو حاجه فيها غلطه بقول ان فيها غلطه، عنديش اي مشكله. خلاص، هقلب بقى ايه الفراخ بقى بعد ما اتنقعت وشطفتها، هنزل بقى بيها كده. دي فرخه كامله ونص فرخه ونص جناحين، يعني جناحين، نص الفرخه الجناحين. المهم يا جماعه دي نص فرخه وجناحين بس. خلاص، انا قطعتها بقى تقطيع صغير كده عشان ما تاخدش سوا معايا، وخصوصا ان هي اصلا فراخ بيضه مش هتاخد سوا. ده انا عايزه اقول لكم على المفاجآت اللي داخله علينا كتير. ده انا عايزه اقول لك ان انا قررت ان شاء الله بامر الله يا رب، لو ربنا اراد ان انا يعني هعمل لكم حاجات في التفريزات، وهنربي فراخ. بص، في حاجات لسه بلاش احرق المفاجآت. اهم حاجه لو مش حاطه اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وبتدعيلي، انت كده بقى ايه، مش عايزه تتفرجي على الفيديوهات الحلوه دي خالص. رصيتهم، نزلت عليها بالبتاع العصير الطماطم اللي هو اللي انا تبلته وعملت فيه كل حاجه. هنا بقى في تركايه بقى انا عايزه احطها. انا ما حطيتش شويه الخل. ليه انسى احط شويه الخل؟ لا، حطيه يا ساره. انا بقى يا جماعه مش هقولك بقى هلبس جوانتي ولا هعمل افصل الكاميرا لحد ما اخلص. انا بعمل معاكي بايدي اهو. انا ما بيحلاليش الفراخ والحاجات دي كلها الا بايديا، كل واحده عارفه نظافتها كويس قوي. ادي الفراخ علقت عليها، اول ما بدات دخلت في السوا دخلت حمرتها في الفرن، طعمها جميل. شويه رز بالشعريه من بتوع الحلو اللي بالورق اللورا والحبهان. طلعت الفراخ زي الفل ما شاء الله. سمي الله وصلي على الرسول، وقولي لي ايه رايك في فيديو النهارده. عايزه فيديوهات من الحلوه دي كتير، قولي لي. احنا لسه في اول دخله رمضان، يعني توقعي مني اي حاجه. توقعي مني ان انا هتلاقيني داخله عليكي فجاه بقولك الحقي انت عارفه انا عملت ايه، انا رحت اشتريت كذا وكذا 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 عشان نعمل حاجه رمضان. انا هقولك الناس اللي ظروفها على قدها تحاولي تلم على بيتك ازاي. بصي، في قاعدة أنا خدتها في حياتي. أنا لو عندي إزازة الخل ومعايا أجيب إزازة خل تانية، حاجتي موجودة
ومعايا اجيب ازازة خل تانية هجيب. عندي سكر والسكر حلو اليومين دول ودخلت رمضان ومحتاجة هجيبه. السمنة نفس الكلام، البهارات نفس الكلام. خلينا بقى ندخل على الجد بقى. بصوا فرشة السجاد، يا حلاوة السجاد، يا حلاوة السجاد، راحة نفسية رهيبة، الشقة دافيت والله. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا عايزة اقول لكم ان انا كنت في وقت والله كنت تعبانة من السقعة. مهيد ابني راح المستشفى قبلها بيوم بالليل بسبب ان انا شقتي سقعة. ابني تعب مني جامد 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 بجد. بصوا الحمد لله الشقه نطفت، الدنيا بقت زي الفل. انا هنا بس بوريكم، قولوا لي بقى انا اعمل ايه في الفتحات الرخمه اللي عندي دي، اعمل فيها ايه؟ انا ازازه الملمع خلصت ولسه في حاجات ما اتلمعتش، هنجيب تاني ونكمل تاني. قولي لي ايه رايك بامانه، اهم حاجه رايكم يهمني. خلصنا الصلاه كلها الحمد لله، الاوضه كمان خلصت واتفرشت. المطبخ بقى خلاص اتغدينا وكل حاجة. المطبخ بقى بصوا خلاص انا جبت اخري، اعمل فيه ايه قولولي. المهم اوضة مهيد احنا لسه عاملينها بقالها يومين. بصوا المنظر، انا راضية ذمتكم دي اوضة بني ادمين، دي اوضة. بس اعمل ايه؟ يلا حطي اللايك والاشتراك وقولي له رأيك في الفيديو. سلام.